السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان التقويم الجراحي. هنتكلم في نبذة سريعة عن التقويم الجراحي. ايه هو التقويم الجراحي ده يا دكتور؟ التقويم الجراحي ده بنستخدمه في الحالات القليلة جدا والمعقدة في الغالب، اللي هي بيستحيل فيها ان الاسنان تنتظم بطريقة التقويم العادي. التقويم العادي مش هينفع في الناحيه دي. طب ايه السبب او ايه المشكله هنا؟ بيكون المشكله في عظام احد الفكين، سواء المجزله او المندبل. الفك العلوي او الفك السفلي بيكون فيه هو مشكله، مش في السنان نفسها. فبالتالي لازم بندخل بطريقه التقويم، لان بيعدل الدكتور نفسه في عظام الايه، الفك نفسها. عظم الفك نفسه بيعدل فيه عن طريق التقويم الجراحي. فطبعا اكيد ايه، مش بينفع التقويم العادي في الناحيه دي. بس دي كانت حلقه سريعه عن التقويم الجراحي. لو عجبتكم الحلقه اضغطوا سبسكرايب وفعلوا جرس يجيلكم كل جديد. ولو عندكم اقتراحات ليه عناوين حلقات جديده اكتبوا لي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.